أهلًا وسهلًا بيكم معايا في قناتكم طارق ميرا، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايمًا. النهارده إن شاء الله الناس المنفصلة، أنت أهو باقول لك صراحةً أنت منفصل عن حبيبك تمام، سواء كنت منفصل عنه، الحبيب ده مبتعد عنك بقى له فترة، في صمت ما بينك وما بين الشخص دوّة وبقى له فترة ما بيتكلمش معاك وأنت منتظر رجوعه، الفيديو ده هيبقى مناسب ليك جدًا إن شاء الله. لكن الناس اللي في علاقة مرتبطين ما فيش أي انفصال، الفيديو ده مش ليك تمام، فإحنا بنوضح أهو مع بعض من البداية. أهم حاجة في الفيديو الطاقة بتاعتك، لو طاقتك مش منطبقة يعني الكلام اللي بيتقال في الطاقة بتاعتك مش صح، مش طالع مضبوط عليك، تبقى القراءة مش ليك أصلًا، يبقى القراءة لحد تاني تمام؟ طيب القراءة النهارده إن شاء الله هل يوجد رجوع للحبيب أو موعد رجوع حبيبك بإذن الله باليوم، إن شاء الله هنعرف مع بعض. الحبيب ده بقى مفتقدك بيحن ليك، هنشوف مع بعض طبعًا كل حاجة من خلال فيديو النهارده بإذن الله. الحروف هتبقى بحروف مين، عشان في ناس أنا باحسكم بتجروا الفيديو، يعني بتسرعوا بسرعة الفيديو فما بتسمعوش المقدمة تمام. القراءة باسم مين؟ باسم الحبيب تمام، باسم الحبيب اللي هتحطه في نيتك دلوقتي، وكمان بالأحجار، يعني لو حابب تختار بالحروف أو بالأحجار ده هيبقى حجر المجموعة رقم 1 وكمان ده حجر المجموعة رقم 2 تقريبًا ده اللون الأحمر، ده الأحمر وده البينك أو الوردي اللون ده مش عارفة أهو تمام. فشوفوا بقى على حسب ما تختاروا بالحروف بالأحجار، على حسب طبعًا أهم حاجة الطاقة بتاعتكم مضبوطة فين بالضبط. كمان بقى لأول مرة بيزور القناة يا ريت ما ينساش الاشتراك فيها، ادعمني بزر اللايك، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد باقدمه عندي في القناة. وكمان الناس اللي حابة تحجز قراءة خاصة، القراءة الخاصة بتبقى أدق طبعًا بكتير جدًا لأنها بتبقى متوجهة ليك أنت، القراءة بتبقى قراءة مدفوعة وبتبقى التواصل من خلال الواتساب تمام. الرقم فين؟ الرقم في صندوق الوصف تحت، وكمان الأحرف هاسيبها لكم في صندوق الوصف تحت. طبعًا باعتذر جدًا على اللخبطة اللي حصلت في الفيديو بتاع أمس، إن حرف الميم ما كانش موجود، فيعني أنا بعد كده ضبطت الفيديو وعدلته تمام. فيلا بينا على طول بقى نبتدي بالمجموعة رقم 1، نرجع بس المجموعة دي كده لورا وناخد أول مجموعة معانا أصحاب الاختيار رقم 1. أهلا وسهلا بيكم معايا. تعال نشوف الطاقة بتاعتك انت دلوقتي، أهم حاجة في القراءة الطاقة بتاعتك، لو القراءة مش منطبقة ما تكملش الفيديو، شوف طاقة تانية أو شوف فيديو تاني. تعال نشوف الطاقة بتاعتك انت. انت واضح ان انت يا قطعت انت كمان معاه، يا اما انت ابتديت تديله ظهرك، ممكن تكون اديت العلاقة دي ظهرك دلوقتي او زي كأنك يئست من العلاقة دي. طب ايه تاني في الطاقة بتاعتك؟ ثواني هنشوف طبعا. ممكن يكون بيتقدم لك عروض تانية، يعني ممكن ما يكونش هو بس الحبيب اللي في حياتك، ممكن يكون في عروض تانية غيره، بس انت يعني ممكن تكون بتديله ظهرك وانت برضو مفتقده وبتحنله وانت لسه بتحبه. زعلان منه جدا، واخد على خاطرك قوي من الشخص ده، عايز اعتذار منه، عايز تبرير للي بيحصل، يعني زي كأنك بتقول لنفسك أنا كنت بعتبرك أنت السند وأنت روحي وأنت كل حاجة في حياتي، ما كنتش أتوقع منك إن أنت تعمل كده. ممكن تكون أنت بتفكر إن هو ابتعد عنك علشان طرف تاني تمام. شايفة طيب في الطاقة بتاعتك إن أنت زي ما بقولك كده أنت ممكن تكون قطعت معاه أو بتقطع مع أشخاص تمام. حاسس من الحبيب دوت إن هو جرحك كتير وقسي عليك أو زي كأنه مقدرش الحب، أو مقدرش حبك ليه. كمان شايفاك إن أنت ممكن يكون بيتعرض عليك عروض تانية، لأن برضو الحيرة جاية في الطاقة بتاعتك، فزي كأنك محتار، بس اللي هو إيه، يا أنت مجبر على شيء إن أنت تختاره، يا إما أنت ممكن تكون محتاج إن أنت تبين له إن في حد تاني في حياتك غيره، يعني زي كأنك عاوز تثير الغيرة عنده مثلا شوية. كمان شايفة برضو في الطاقة بتاعتك إن أنت ممكن تكون ابتديت تسيطر على نفسك دلوقتي جدا مع الشخص ده، مع الحبيب يعني بتاعك، وان انت ما بقيتش تهتم بيه وان انت مش عايز تبين له الحب، لكنك انت من جواك غيران عليه جدا، مفتقده جدا، وممكن تكون بتمر بمشاكل، بس انت حاسس ان وجود الشخص دوت لو كان موجود في حياتك في الوقت ده كان هيبقى فارق جدا جدا في الحاجات اللي انت بتمر بيها حاليا. شايفاك بقى ان انت يا اما منتظر رجوع علشان تدافع عن نفسك وان انت تبرر اشياء حصلت، يا اما انت بتدافع عن نفسك قصاد اشخاص تانية تمام. ممكن يكون في حد بيساومك على حاجة وانت
رافض المساومة دي، يعني حد مثلا بيخيرك ما بين حاجتين وانت مش عاوز ان حد يحطك في النقطة دي او في المكانة دي. تمام. لبعضكم ممكن يكون عندك يعني حاجة قضائية او قانونية انت يعني شغال عليها دلوقتي، وانت مراقب الموضوع دوت وعمال تفكر فيه كتير. او انت مثلا ليك علاقة بالقضاء بالقانون، او انت يعني زي كأن مثلا مسنود على حد ليه علاقة بالقضاء او القانون، صديق قريب حاجة من النوع ده برضو. تمام. شايفة ان انت ممكن تكون اتظلمت برضو في حياتك كتير، لان انت هنا زي كأنك بتتجه للعدل والقضاء، لان انت زي كأنك فوضت امرك لربنا ومفيش حاجة قدامك ان انت تروح لها غير الطريق دوت. يعني خلاص مفيش حد بيساعدك، مفيش حد بيساندك، فانت شايف ان انت ممكن تكون زي كأنك عاوز تروح مثلا القضاء ان هو يرجع لك حقك، حاجة من النوع ده. تمام. طبعا للبعض مش للكل، يعني خد بقى اللي يناسبك من الطاقة، واللي مش مناسب ليك ده اكيد لحد تاني. دي طاقتك انت علشان تعرف القراءة دي منطبقة معاك ولا لا. طيب تعالى نشوف بقى طاقة الحبيب اللي انت هتحطه في نيتك دلوقتي، او اللي انت بالفعل حطيته في نيتك. ايه الطاقة بتاعته دلوقتي الشخص ده؟ طلع لك كارتين، طب هناخدهم. طيب بص، اول حاجة في الطاقة بتاعتك في الطاقة بتاعته هو سوري، الشخص دوت عمال يبص عليك او عاوز رجوع، لكنه خايف منك، خايف من رد فعلك. الشخص دوت عاوز يتكلم معاك، وعلى فكرة مشتاق لك جدا ومشتاق للكلام معاك، بس زي كأنه بيقول لنفسه يعني انا لو رجعت له هو مش هيقبل اعتذاري، يعني هقدم له ايه؟ انا عملت فيه كتير، انا تخليت عنه كتير، يعني هو بيقول لنفسه كده على فكرة. عمال يفكر مثلا هو يديك هدية، يجيب لك هدية مثلا، يجي لك من بلد تانية ويعمل لك زيارة مثلا، ممكن يكون فيكم ناس في بلاد مختلفة. بس هو حاسس ان انت هتعند معاه، ان انت ممكن تكون مش هتقبله تاني في حياتك بصراحة. الشخص ده ممكن يكون أصغر منك، أو هو يعني لسه عقله صغير شوية، أو تفكيره محدود، غير ناضج مثلا. شخص بيزعل بسرعة جدا على فكرة الشخص ده، وبياخد على خاطره بسرعة. بس أنا شايفاه في الفترة الحالية إن هو زي كأنه عنده مكافآت وانتصارات في حياته، ينتصر على أشخاص، يا إما عنده في الماديات في انتصارات عنده. تمام. فدي طاقته هو برضو علشان تعرف دنيته عاملة ايه دلوقتي. طيب تعالى نشوف في المشاعر، كروت وقعت. تعالى نشوف في المشاعر، مشاعره ايه دلوقتي ليك، مشاعره ايه ليك دلوقتي. بسم الله. المشاعر شايفة ان هي بتتجدد معاه، يعني شخص فيه تجديد في المشاعر، في اشتياق. بص الشخص ده يا اما هيدخل ناس تساعده عشان يرجع لك تاني، لان هو فعلا مفتقدك وعايزك. بص قلبه مكسور من ناحيتك، يا اما بقى هو اللي حاسس ان انت بتفضل حد عنه دلوقتي او عليه، وان انت هتختار حد تاني عليه هو. تمام. الشخص ده مفتقدك جدا جدا، يعني عاوزه اقولك ان هو بالرغم ان ممكن يكون هو اللي ابتعد وهو اللي قسي وهو اللي ما كانش مهتم، لكنه هو دلوقتي زي كأنه مندم نفسه قوي قوي عليك، وزعلان جدا على الفراق. يا هو اللي خانك وابتعد، يا اما هو اللي حاسس ان انت الوقت اللي هتبتدي تخون وتعرف حد تاني، او قلبك هيدق لحد تاني، يعني هو دوت احساسه من ناحيتك. تمام. طيب تعالى نشوف بيفكر فيك ازاي. الشخص دوت بيفكر فيك ازاي. بيفكر ان انت هتسامحه، وان انت هتديله فرصة تانية. بيفكر ان انت فعلا بتحبه، بس بيفكر ان انت بقيت حر طليق، مش مهتم لرجوعه قوي، اللي هو زي كأنك انت ابتديت تعيش حياتك، ابتديت تشوف حياتك، بقيت تهمل فيه انت كمان. ما بقاش عندك الشغف العالي عليه، يعني اللي هو ما بقتش مهتم قوي بيه، وان انت بقى عندك طريقين واختيارين. شفت ظاهر لك برضو زي في الطاقة بتاعتك، بيفكر فيك زي الطاقة بتاعتك بالظبط، يبقى ممكن تكون انت فعلا في اختيار تاني في حياتك غير الشخص ده. تمام. فهو بيفكر فيك بالصورة دي. طيب تعالى بقى نشوف النقطة المهمة، موعد رجوع الشخص دوت ليك بإذن الله هيكون في خلال قد ايه. بسم الله. يعني بص الرجوع هيبتدي برسالة غالبا معاكوا الناس أصحاب المجموعة رقم 1. الرجوع عندكوا بإذن الله في 8 عدات، 8 ساعات، 8 أيام،
8 أسابيع، يعني شهرين مثلا. تمام. بإذن الله الفترة مش هتزيد عن كده، وللأغلب فيكم هيبقى في خلال 8 أيام بإذن الله في أخبار هتعرفها عن الشخص دوت. يعني للمجموعة رقم 1 الرجوع عندكم قريب بإذن الله، ما تقلقوش، لأن الشخص ده مفتقدك جدا، الشخص ده بيفكر فيك كتير، الشخص ده بيقضي أوقات صعبة، لكنه هو ما كانش حابب يظهر لك حاجة زي كده، اللي هو كان حابب يوريك ان هو عايش حياته بصورة طبيعية، لكنه هو من جواه كان بيخفي مشاعر حزن في قلبه. تمام. طيب تعالى بقى نشوف الأبراج اللي موجودة معايا في القراءة دي. معايا برج الحمل، برج القوس، الحمل والقوس مكتسحين القراءة على فكرة، برج الميزان برضو، برج الثور، برج الميزان، وبرج الأسد. دي الأبراج اللي غالبة قوي قوي في القراءة. فأنا بشكركم جدا جدا أصحاب الاختيار رقم 1. أصحاب الاختيار رقم 2 أهلا وسهلا بيكم معايا، على حسب ما اخترتم بالحروف أو بالأحجار. أهلا وسهلا بيكم. طبعا أهم حاجة في القراءة الطاقة بتاعتك أنت، لو الطاقة مش منطبقة تبقى القراءة مش ليك. ممكن تشوف المجموعة رقم 1 أو تستنى فيديو تاني أو تشوف من الفيديوهات اللي على القناة. تمام. طبعا أي فيديو بتفتحه لو أنت ما شفتوش قبل كده بتبقى دي طاقة ليك من بداية ما بتشوف الفيديو. تمام. يعني كل فيديو بتبقى الطاقة بتاعته لمدة 3 شهور. طيب تعالى نشوف أول حاجة الطاقة بتاعتك أنت في الفترة الحالية، عشان برضو تعرف القراءة دي منطبقة معاك ولا لأ. تمام. انت عندك الماديات فيها استقرار. تمام. او انت بتشتغل على الماديات الفترة دي زي كأنك بتجمع اموال. طب بص بقى، لا انت مش قصة بقى استقرار، انت محتاج اموال كتير الفترة دي، عينك على اموال كتير. اللي عندك مش كتير بس الدنيا مستقرة لحد ما، بس انت عينك على حاجات تانية. واضح ان انت محطوط في موقف دلوقتي زي كأن في تغييرات في حياتك، محتاجة فلوس منك كتير او محتاجة مادة او اموال يعني كتير علشان تستقر، يا اما علشان تستقر مثلا كزواج، او تستقر في منزل جديد، او انك تشتري حاجة جديدة، او ممكن يكون برضو اللي شاغل بالك دلوقتي انت عايز انتقالة في العمل بتاعك لو انت بتشتغل، ويكون لك منصب ويكون في استقرار في العمل بتاعك، يعني زي كأنك عايز مرحلة جديدة في العمل بتاعك لو انت بتشتغل. تمام. لو مش بتشتغل بقى فانت محتاج ماديات الفترة دي، وكأن مشكلتك كلها واقفة على الماديات علشان تستقر نفسيا ومعنويا. شايفاك ان انت حد طيب جدا، وحد يعني اللي هو ايه، زي ما بنقول عندنا كده غلبان، يعني اللي هو من اقل كلمة مثلا بتتراضى. تمام. بس مشتاق برضو للحبيب جدا، مفتقد ذكريات حلوة قوي مع الشخص ده، وكأنك يعني مش عارف تعيش حياتك بصورة طبيعية بسبب ان الشخص دوت مش موجود فيها. تمام. برغم ان ممكن يكون في اشخاص كتير في حياتك لكن انت مش حاسس بوجودهم بسبب عدم وجود الحبيب ده معاك دلوقتي. ممكن يكون في ناس بتحاول تراضيك، يعني في ناس بتحاول ان هي تساعدك علشان تخرج من الازمة اللي انت فيها، اصدقائك مثلا واقفين بيساندوك حاجة من النوع ده، لكن انت برضو مفتقد للحبيب دوت ومش حاسس بقيمة الناس دي دلوقتي بسبب عدم وجوده. كمان شايفاك ان انت ساعات بتفكر ان انت تروح تتكلم معاه، تبعت له رسالة، ان انت تروح تطمن عليه وتعرف اخباره ايه، بس زي كأن كرامتك وكبريائك بيمنعوك. تمام. بتقول لنفسك لا، يعني انا هستنى منه هو اللي يبادر الاول بالصلح، مش انا اللي هاخد الخطوة دي معاه. برضو شايفة في الكروت هنا ممكن يكون لبعضكم فيكم حد متزوج. تمام. وممكن تكون انت زي كأنك في عندك احتفال برضو. بص بقى، يا فيكوا حد متزوج يا اما في عندك مناسبة قريبة وانت بتستعد ليها، يعني ممكن يكون مثلا حد من الاقارب، حد من الاخوات عنده مناسبة وانت بتستعد معاه للمناسبة دي، بس برغم كده انت برضو مش حاسس بالفرحة اللي انت هتعيشها، يعني او الموقف الحدث اللي هيحصل في حياتك بسبب برضو عدم وجود الحبيب ده ليك. تمام. او بسبب عدم وجوده معاك، يا اما انت متزوج بالفعل بس مفتقد للحبيب بتاعك، يعني انت في زواج في حياتك لكن بتحب شخص تاني ومفتقده. فدي الطاقة بتاعتك انت برضو علشان تعرف القراءة دي منطبقة معاك ولا لا.
طيب تعالى بقى نشوف الشخص اللي انت حاطه في نيتك دلوقتي ايه هي الطاقة بتاعته، طاقته ايه الحبيب بتاعك. الشخص ده بيخرج من علاقة تانية، خد بالك في علاقة عنده بيموتها. الشخص ده زي كأن في حد خدعه وهو مشي وراه، وعرف دلوقتي ان الناس دي كانت بتخونه، بتخدعه، بتضحك عليه. طعن بالسيوف في ظهره من الشخص ده اللي هو راح وراه، لكن هو بيسيب او بيقرر ان هو يبتعد عن الناس اللي ضايقته واللي تعبته واللي خانته وغدرت بيه، ويبتدي بداية جديدة. تمام. الشخص دوت محبط جدا جدا، قلبه مكسور، وحد كسر قلبه وحد وجعه وجه عليه بصراحة يعني. مش بقولك الشخص ده فضل حد عليك غالبا، غالبا كان عنده اختيار تاني غيرك، بس هو دلوقتي بيبعد الاختيار ده عنه، يعني خلاص اللي هو يقرر ان هو يبتعد عن الاختيار التاني اللي دخل في حياته. ليه؟ لان هو دلوقتي ابتدى يفكر فيك تاني، ابتدى يبص عليك من بعيد. لبعضكم برضو ممكن يكون الشخص دوت بيسافر او مقرر السفر بره، او ده حبيب انترنت. تمام. يعني زي كأنه مثلا بيراقبك من خلال الفون بتاعه، التليفون، من ورا شاشة، يعني حاجات زي كده. تمام. بيفكر فيك كتير، بس للمجموعة دي ممكن يكون الشخص ده كان عامل لك بلوك او عامل لك بلوك بالفعل، فزي كأنه عاوز يشيل كل الحجوزات اللي ما بينكوا دي والحواجز اللي ما بينكوا ويرجع يبص عليك تاني. طيب الحبيب ده بقى مشاعره ليك ايه؟ خلينا نشوف مشاعره ليك ايه في الفترة الحالية. في تواصل روحاني جدا جدا منه ليك. الشخص دوت محبط جدا، زعلان، ندمان على حاجة وعملها فيك، حاسس ان هو غدر بيك والزمن غدر بيه، يعني زي كأن كارما وتردد في حياته تاني بسببك انت. بص الشخص دوت يعني زي كأنه هيرجع لك باعتذار وبندم، وزي كأنه عاوز يرجع للعلاقة دي. بص بصراحة هو شايف ان العلاقة دي زي كأنها خلاص اتحطمت، وان العلاقة دي زي كأن ما بقاش فيها بواقي، بس هو عاوز يرجع يلحق اخر حاجة باقية في العلاقة، يا هيتلكك بقى على اي حاجة ويرجع يتكلم معاك تاني. هو ممكن يكون كان عامل لك اختفاء، او هو كان مختفي عنك. الشخص دوت هيظهر لك تاني. عشان كده بقول لكم المجموعة دي واضح ان كان في بلوك عندكم الناس دي. الشخص ده ممكن يكون كان قافل عليك الابواب، هتلاقيه بيظهر ليك تاني، وغالبا هيرجع يتكلم معاك تاني بإذن الله الشخص ده، لان انا شايفة هنا في المشاعر هو مفتقدك، بس هو بيطمن نفسه ان هيبقى في رجوع في كلام ما بينكم تاني. الشخص دوت مشتاق لك من خلال مشاعره، شايفاه ان هو ندمان على حاجات عملها فيك، وزي كأنه بيفتح لك الابواب تاني من اول وجديد. طيب الشخص ده بيفكر فيك ازاي؟ تعال نشوف تفكيره فيك كده ازاي. بيفكر فيك ازاي؟ طيب بص بقى الشخص دوت بيفكر فيك ان انت ممكن يكون في طرف في حياتك بيملى دماغك من ناحيته. ده احتمال ان ممكن مثلا يكون هو شايف كده ان في حد مثلا، ممكن يكون برضو انتم منفصلين على فكرة طلاق، وهو متخيل مثلا ان الوالدة عندك مثلا او عندك بيملى دماغك بالكلام، او دايما هو اللي مسيطر عليك، او انك سمعت الكلام حد. تمام. وبقيت تشوفه بنظرة مش كويسة. الشخص ده برضو بيفكر فيك ازاي؟ بيفكر ان انت ممكن يكون عندك عروض تانية برضو، وان انت مش هتقبله تاني في حياتك، بس انت شاغل عقله جدا جدا. الشخص ده بيفكر فيك ازاي برضو؟ طالع لي هنا ان انت ممكن يكون عندك اختيارات تانية.
بيفكر فيك برضو ان انت حد روحاني جدا، وان انت بتفهمه بسرعة، وان انت زي كأنك بتستشعر الامور قبل حدوثها. يعني لو انت عندك طاقة من الروحانيات عالية بتخليك عارف ايه اللي بيحصل في حياته. الشخص ده بيفكر فيك ازاي كمان؟ الشخص ده ممكن يكون كان مسنود عليك ماديا، او انت كنت بتساعده معنويا، حاجة من النوع دوت. بس الشخص ده اكتر حاجة مسيطرة على تفكيره ناحيتك ان في كارما اتردت في حياته بسببك انت، وان هو غلط لما بعد عنك وعرف حد تاني. بس هو بيقول لنفسه ان انت برضو ممكن تكون يعني هتبتدي تبص لعلاقات تانية، او ان انت هتبتدي تشوف اختيارات تانية غيره برضو. تمام. بس برضو هو هنا شايف ان في طرف دخل ما بينكم في النص، ممكن يكون هو اللي حاول يخرب في العلاقة دي شوية. تمام. فهو بيفكر فيك كده، وبيفكر فيك ان انت شخص روحاني، شخص حكيم جدا، شخص ذكي، شخص بتعرف توزن الامور صح، وشخص كمان شكليا حلو، يعني انت عاجبه برضو شكليا. طيب تعالى بقى نشوف النقطة المهمة، وهي موعد رجوع الشخص دوت ليك بإذن الله. تعالى نشوف ممكن يكون بعد كام عدى بإذن الله. 3 ساعات، 3 أيام، 3 أسابيع بإذن الله. عندكم هنا الرجوع إن شاء الله كمان قوي جدا، ما شاء الله المجموعتين الرجوع عندهم بإذن الله قريب. في ناس أغلبكم هيبقى الرجوع بعد 3 أسابيع بإذن الله، وده هيبقى الأغلب فيكم المجموعة دي، أو 3 أيام ده هيبقى بنسبة قليلة قوي. مش هنقول 3 شهور، بس ممكن نديها برضو في الاحتمال، لأن طاقة القراءة أصلا 3 شهور، فهيبقى ده أكتر وقت ممكن يكون نحطه للقراءة دي. تمام. 3 أيام، 3 أسابيع، 3 شهور بإذن الله، ده أكتر وقت ممكن الحبيب يقعد فيه ان هو ما بيكلمكش، او الرجوع او موعد رجوع ليك. بس الاغلب المجموعه رقم 2 باذن الله هيبقى لبعضكم في اخبار حلوه جدا جدا عندكم كمان 3 اسابيع باذن الله من خلال الشخص ده، فابشروا كده باذن الله. ما قلتلكوش طبعا الابراج، ثواني عشان انا نسيت طبعا. عندنا برج الحوت، برج الحمل، في كمان هنا برج السرطان وبرج العذراء، برج القوس وبرج الاسد، برج الحوت تاني، في برج الجدي، في برج الميزان هنا برضو. بس ابراج متكرره اللي طالعه معايا. طاقات الناريه موجوده جدا، طاقات ترابيه، وطاقات مائيه موجوده معايا، وكمان في بعض من الهوائي. فانا بشكركم جدا جدا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه، دعموني بزر اللايك، فعلوا زر الجرس، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.